السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا دايما فرحانين ومبسوطين. الفيديو بتاع النهاردة شوية حماسي وشوية للستات شوية. ازاي تكوني مبسوطة وسعيدة ومش ست زعلانة ومش ست مضغوطة. حاجات بسيطة جدا، بس انتي محتاجة يا ست كل حد يحطلك الحاجات دي قدام عينك، يستفهم لك كده، بس يرصهم لك. لكن انتي شاطره وانتي عارفه كل حاجه، بس هي احيانا مشاعرنا اللي بتقودنا شويه، او تفكيرنا بقلوبنا شويه هي اللي بتقود. اول حاجه، مش عايزين نخلط الدين في المفهوم الغلط اللي احنا فاهمينه. عشان نبقى مبسوطين وفرحانين هي حاجه مهمه، وعنوانها ما تبقيش شمعة تقود علشان ما تبقيش الشمعة اللي بتنور علشان تنوري حياة كل اللي حواليك وانتي بتحترقي. يعني انتي فكري فيها هتلاقي نفسك انتي الشمعة. يعني انتي حطي نفسك في الحتة دي هتلاقي نفسك انتي الشمعة. طب يعني ايه؟ يعني ربنا ما قالكيش ان انتي عشان تبقي ام صالحة انك تنسي نفسك. ربنا ما قالكيش ان انتي عشان تبقي زوجة صالحة انك تنسي نفسك. ده بالعكس، ربنا كرمك، وربنا بيحب اللي بيكرم نفسه وبيحب اللي يهتم نفسه. انتي ربنا حطلك شوية حاجات في حياتك، انتي استغفر الله العظيم مش الحاجات دي انتي مش قادرة تلتزمي بيها. انتي بتحطي قوانين لنفسك بتزنق فيها نفسك في سجن كده في حتة، وبعد كده بتنفجري. لا بتعرفي تبسطي نفسك ولا بتعرفي تبسطي غيرك، عشان انتي بتحترقي. انتي شمعة بتولعي، بتنور للي حواليها. بتنور، بس هيجيلها وقت وتخلص، هتطفي من نفسها، هتطفي وهتطفي النور على اللي حواليها. تحس ان الكلام كبير والكلام مجعلص شوية، بس انا الحاجات دي مش يعني كنت يعني في حد في وقت من الاوقات قالها لي لما كنت مضغوطة جدا. ففي حد قال لي الكلام ده ففوقني، انا فوق. فعشان فوقت فحب ان انا افوق اي حد عايزه، اي واحده ام زوجه، اي حد عايزه كده الاقيه مضغوط امسكه. تعالى انت بتحرقي نفسك ليه؟ انت ضاغطه نفسك ليه؟ طب ربك ما قالكيش كده، بتقولي لنفسك ليه؟ بتؤمري نفسك وبتلزمي نفسك بحاجات ربك ما كتبهاش ليه؟ والحاجات الاساسيه اللي احنا مطالبين بيها ما بنعملهاش. طب كل واحده تقعد مع نفسها كده تشوف كلامي صح ولا غلط. شوف انت بتلزمي نفسك بحاجات ربك مش قايلك عليها، واللي ربنا قالك عليها علشان الحاجات اللي انت لزمتي نفسك بيها ما بتعملهاش. ما بتعمليش اوامر الله. هقولك ازاي ان انت تبقي مبسوطه وسعيده، بس قبل ما نتكلم صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بحس ان انا لما بنبدا الفيديو بالصلاه على الحبيب الفيديو ده بيجيب مشاهدات كتير. والله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو الفيديو عجبك شاركيه مع اختك اللي حارقه نفسها، مع صاحبتك اللي حارقه نفسها. لو الفيديو عجبك حاولي تحطيه في اي جروب مامز مثلا، او تحطيه في جروب امهات او ستات او اي جروب. انت شايفه ان انت ممكن توصلي معلومه لاي حد حارق نفسه. اول حاجه، افتكري انت عايشه ليه. يعني لو انتوا عايزين عنوان، يبقى السبب الرئيسي لحياتك. انت ربنا خلقك ليه؟ عشان عباده، صح؟ يبقى اول حاجه صلواتك. اوعي تاخري صلاتك عشان انت بتطبخي. عشان اصل انا جوزي جاي الساعه 3 فهو بيجي جعان قوي، فانا معلش هخلص وهصلي العصر بعد ما اخلص. يبقى الاذان مأذن لي نص ساعه. لا انا معلش، اصل انا الاكل هيتحرق. الاكل اطفي، يتحرق الاكل، اطفي وروحي صلي. والله العظيم هتكسبي من جميع النواحي. عايزه اقول لك ربنا هيبارك ويحلي الاكل اللي انت بتعمليه او العمل اللي انت بتعمليه. لو وقفت العمل ده ولبيتي الله اكبر، حاضر يا رب انا جايه، جوزك هيعجبه الاكل، هيشكر فيكي.
والله العظيم اللي انا بقوله لك ده حقيقه، والله حقيقه. اعمليها مره وشوفي، انت هتحسي براحه مش طبيعيه. هتحسي ان بدل ما انت قاعده واكله نفسك ومش بتصلي ومعلش هخلص عباد ما اخلص جوزي يجي بقى نقعد نتغدى نقوم نبص ده المغرب اذنت، طب خلاص المغرب اذنت اديني قايمه بس هشرب كوبايه الشاي مش قادره ومش عارفه إيه العشاء اذنت، طب قبل ما انام طبعا الشيطان يجي يقول لك طب انت هتصلي كل الصلاه دي، طب ما لا، ويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون، يعني كده كده ربنا هيعذبنا ان انا كده اخرت الصلاه، هبدا من بكره بقى ان شاء الله ومش هسيب فرض، كل يوم بكره يجيب بعده يجيب بعده يجيب بعده يجيب بعده يجيب بعده. انت هنا الحاجه الاساسيه ضاعت منك اللي انت اصلا مخلوقه عشانها. تيجي في اخر اليوم تنامي عادي، ما تناميش، اصلك انت صالحه من جواكي، في نبذه كده من جواكي انت مش حاسه بيها. ماشي، ده انا النهارده ما صليتش، طب انا لما اموت، بينك وبين نفسك، طب انا لما اموت ربنا هيقبل مني عذر ان انا ما صليتش عشان الاكل، بس انا ربنا ما طلبش مني كده، بس انا مش عارفه، وتقومي تنامي زعلانه، ولما تنامي زعلانه تقومي زعلانه. كل ده ليه؟ عشان انت بديتي حق حد على نفسك، وان كان ابنك ان جه قال لك ماما خدي سمعي لي قران، الاذان اذن، يلا حبيبي نصلي والقران ونسمع القران بعدين بعد الصلاه. الصلاه رقم واحد، هو ده اللي اتأمرنا بيه فنمشي وراه. ما تبديش اي حاجه على صلاتك، عشان صلاتك فيها نجاتك، صلاتك فيها تنظيم يومك، صلاتك فيها راحتك النفسيه، صلاتك فيها كل حاجه حلوه في الدنيا وفي الاخره. صلاتك انت لو ماشيه في الطريق رحتي مشوار تجيبي طلبات الاكل عشان تلحقي ترجعي، فما صليتيش الظهر لما ترجعي، انت لو خبطتك على عربيه بره ومتي مش هتعرفي تقولي العذر ده لربنا، مش هتقولي انا ما صليتش الظهر يا رب عشان رحت اجيب الطلبات. طب انا امرتك بكده؟ امرتك؟ لا طبعا، مفيش اي عذر. ده اول حاجه. ماشي، ما تبديش اي حاجه على صلاتك ابدا. تاني حاجه عايزه اقولها لك، اسعدي نفسك. شوفي انت ايه اللي بيسعدك، شوفي ايه اللي بيضغطك، امسكي ورقه وقلم اكتبي هنا عوامل الضغط، هنا اكتبي عوامل الضغط، وهنا عوامل المساعده. انا بتضغط ليه؟ طب ايه الحاجه اللي ممكن تساعدني عشان ما اتضغطش؟ اكتبي، امسكي ورقه وقلم اكتبي، فرغ اللي جواكي بالكتابه، فرغ اللي جواكي. التنظيف، ان انت معاكي ولاد 24 ساعه بتنظفي، 24 ساعه مش عارفه ايه، فانت مش لاقي وقت لنفسك، ما فيش وقت ان انت تقعدي مع نفسك، لا. تاني حاجه عايزه اقولها لك، لازم تدي وقت لنفسك باي طريقه. اسرقي ساعه في اليوم ان شاء الله، حتى لو نص ساعه الصبح نص ساعه بالليل. طب هعمل فيها ايه؟ شوفي انت بتحبي ايه واعمليه. ثقفي من نفسك، كبري من نفسك. لازم يبقى لك خطط في حياتك لنفسك تعمليها لنفسك، مش بس خطتك اني انا هذاكر لابني درس الكذا، اني انا هعمل النهارده لجوزي الاكل ده، اني انا هشيل الهدوم من على الحبل وهكويها، اني انا هجيب اللي بطن الدولاب وهطبقه تاني واحطه. لا، انا عايزاكي انت كمنال مثلا، انت كمنال، مش كاسماء كشيماء، يعني كمثال. انت ايه الحاجه اللي بتسعدك؟ اعملي لك كوبايه نسكافيه، كوبايه قهوه، اقري كتاب، اقري حاجه بتعمليها. بتحبي ترسمي وتلوني، ارسمي لوني. بتحبي تخرجي ساعه نص ساعه، البسي تشيكي، انزلي لفي الشارع، اطلع بره الشارع وارجعي تاني، بس شمتي هوا. مخنوقه عايزه تخرجي، جوزك مش راضي يخرجكم انت وولادك مثلا، اخرجي وحدك، قولي له لو سمحت طب انا هطلع ورا الشارع واجي، بس انا مخنوقه. مرضيش جوزك ما بيخرجكيش، اقفي في البلكونه، اعملي لك مشروب حلو كده، اعملي تمارين النفس وانت واقفه كده وبتفكري في حياتك الحلوه، بتفكري ازاي تبقي حلوه، بتفكري ازاي تبقي سعيده، تبقي مبسوطه. خلي كل تفكيرك، معظم تفكيرك خليه في انبساطك. والله العظيم انت لو انبسطتي هتبسطي اللي حواليك، والله لو انبسطتي
ولادك هيتبسطوا، جوزك هيتبسط، بيتكم هيبقى مبسوط، حياتك هتبقى مبسوطه، مش تبقي مضغوطه، مش تبقي بتزعقي في العيال 24 ساعه، مش تبقي مستنيه الكلمه لجوزك لو قالها انت بتبصي بتنفجري فيه. ليه؟ ما عشان مضغوطه، عارفه. وهتيجي تكلمي جوزك هيقولك طب انا طلبت منك تعملي كذا، هتحسي بقى ايه انت ان يا هم الدنيا اللي جه عليكي. انا بعد وتقولي مع نفسك كده انا يعني بعد كل اللي انا بعمله ده انا خسرت وخسرت وخسرت، ده انا بسيب نفسي، ده انا بعمل نفسي، وفي الاخر هو يجي يقول لي كده. فانت ما تحطيش نفسك اصلا في الموقف ده، الوضع ده اصلا انت ما تحطوهوش. والله العظيم جوزك عايزك فرفوشه، عايزك جميله، عايزك حلوه، عايزك مهتمه بنفسك، مش عايز يجي يلاقيكي رابطه القمطه ونازله تنظيف في البيت ولا تنظيف في العيال ولا ضرب ولا ابسط الاشياء. ابسط الاشياء اللي ربنا طلبها مننا، اكلته معموله، فرشته حلوه ومتساويه، انت نظيفه وجميله، والمكان اللي حواليك نظيف وحلو. نظيف وحلو، مش الحيطان بتلمع، نضيف وحلو، مش شايلين الدولاب وعاملين تحتيه ولا بنتشعلق فوقيه ولا شايلين السراير ومسحين تحتيه. المكان مقبول للعين. عارفه والله العظيم اي واحده بتسمعني تروح تسال جوزها هو انت مهم عندك مثلا ان انت ترفع الكرسي تلاقيه عندك تحته ممسوح وجميل وحلو وكده، ولا ان انت تقلب الكرسي تلاقيه تحته مثلا فيه شويه ترابه صغننين فيه مش عارفه بس انا مبسوطه وحلوه وبضحك وبهزر ومش مضغوطه. والله العظيم هيختار التاني، هيختار الحد ده. بس المشكله ان احنا عاملين في نفسنا كده، احنا حاطين دماغنا مكان لسان جوازنا، يعني احنا بنفكر لهم. فطبعا بنبقى في الاخر التفكير بيرجع لان احنا الشمعة الذي تحترق من اجل الاخرين. لازم اعمل واعمل 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 عشان هو يفرح وعشان العيال تفرح. طب ان ما فرحش، طب ان ما علقش، يا على الصدمه، يا على الصدمه الشديده. فمعلش احتفظي بمخك، ما تفكريش لحد، انتي ما تفكريش لحد. اعملي حاجه اليوم ما يعديش الا لما تعملي حاجه بتحبيها، ما تعديش يومك غير لما تعملي حاجه بتحبيها. تالت حاجه ودي اهم حاجه، واللي انا بحس ان دي اهم حاجه، وفي الفيديو ده هعتبره ان هو الجزء الاول عشان مش عايزه الفيديو يكبر عليكم، وان شاء الله باذن الله هعمل فيديو تاني اسميه الجزء التاني عشان تكوني سعيده ومبسوطه. ان انتي لازم تخصصي لك مكان في بيتك يبقى ليكي. اتعصبتي من ولادك ادخلي ريحي فيه نص ساعه، لا قصدي على السرير تنامي عليه، ما تناميش. عايزه مكان كده ركن زي ركن الصلاه، يعني هو قصدي يعني زيه، مش هو ركن الصلاه. مكان كده انت بتحبي النور الهادي، اعملي فيه نور هادي. حطي كرسي كده على جنب في اوضتك حطي كرسي كده على جنب في نور هادي كده. ادخلي اعملي كوبايه نسكافيه وادخلي خدي النص ساعه اللي هو فصلان. انا بفصل. اقري قصه، اقري حاجه، اكتبي الحاجات اللي انت خلصتيها والحاجات اللي ما خلصتهاش، خططي لمستقبلك، خططي لنفسك. ادخلي اهتمي بنفسك، حطي ميك اب. مين قال ان انت يا منتقبه، انت سواء منتقبه او لابسه خمار او مختمره او عبايات او كده، ان انت تهملي لنفسك؟ ابدا. انت لازم يبقى عندك كل ادواتك الشخصيه اللي اي واحده بتتمناها. وانا مش بتكلم على حاجات غاليه واو عشان الناس هتيجي هنا تقول اصل انا مش معايا ومش عارفه. اطيب الطيب الماء، عايزه اقول لك في زبده كده صباع زبده كده بيتباع ب3 جنيه ونص، بس عايزه اقول لك رهيب جدا. لوشن، حاجه كده برفن، حاجه تخلي ريحتك حلوه، حاجه تسعدك. اعملي ماسك في البيت، ادخلي اعملي ماسك وحطيه كده، حطي خيارتين على عينيكي واقعدي كده استرخي. ما تحرميش نفسك من الحاجات دي يا حبيبتي، ما تحرميش نفسك من الحاجات دي.
فكري في نفسك عشان اللي حواليك يفكر فيكي. بلاش تكوني وانت لما تفكري في نفسك، اوعي تفكري ان انا هفكر في نفسي فربي مش هيرضى عني، او ربي مش هو اللي قال لي عليه ده. لا لا، انت فاهمه غلط، انت فاهمه غلط. الاسلام والدين بيحبوا الست الذكيه، الاسلام والدين بيحبوا الست القويه. انا الفيديو اللي قبل ده قايلالك ازاي تكوني مسلمه قويه. الاسلام والدين بيحبوا ان انت تفكر بالدين، تفكر بالاسلام. ربنا وصانا علينا يعني لبدنك عليك حق. ده غير طبعا ان ربنا وصى علينا كستات رفقا بالقوارير. انت رفقا بنفسك قبل ما تقولي لجوزك رفقا بالقوارير. انت رفقا، انت مش رفقانه بنفسك. ده انت حتى لما بتنامي بدل ما بتفكري في الحاجات الحلوه، انجازات اللي انت عملتيها في يومك، بتفكري في تقصيراتك اتجاه ولادك. بتفكر، ولو كان تفكيري غلط وكلامي غلط حد يجي يقول لي في الكومنتات لا احنا مش كده. لا، ده كل الامهات كده، ده كل الستات كده. للاسف احنا بنفكر في غيرنا اكتر من نفسنا، وفي الاخر والله لو جايب نتيجه ان انت بتسعدي عيالك وجوزك وبيتك تمام، لكن انت لو مبسوطه هتعرفي تسعديهم، انت لو زعلانه مش هتسعديهم. بصي حطي الكلام ده في بالك وحطيه في مخك. هقولك على حاجه، لو في يوم انت زعلانه عشان سبب ما، فكري كده، اقفي مع نفسك. هو انت في الوقت ده بتتعاملي معاهم ازاي؟ بتتعاملي معاهم ازاي؟ طبعا زعيق وضرب وتلتيش وبهدله، وجوزك لو قالك كلمه بس بقى الخناقه هتقوم، لان انت كوبايتك مليانه، انت مليانه فمضغوطه. طب تعالي بقى في سمعتي خبر كده فرحك، تعاملك مع عيالك وجوزك هيبقى ازاي؟ ابتسامتك ووشك هيبقى ازاي؟ لما تبتسمي وشك هيبقى حلو وجميل ازاي؟ صوتك هيبقى ناعم في الكلام ولا هيبقى خشن وزعيبه شوفي، حطي نفسك في ده وحطي نفسك في ده. اهم حاجه ان انت تبقي سعيده، اهم حاجه ان انت تبقي مبسوطه. احنا اتخلقنا علشان نعبد. احنا لازم نغير تفكير محور مخنا ده، على اني مش احنا عايشين في الدنيا علشان نطبخ ونغسل ونربي عيالنا ونعمل. لا لا لا، لازم محور مخك يفكر في اني انا مخلوقه عشان اعبد الله، وانا ربي مديني بيتي وعيالي وجوزي عشان تبقى كصدقات جاريه ليا. دي حاجه انا بقرب منها لربنا، بس في الاصل انا كل حاجه بعملها لربنا. فانت بتخدمي ولادك عشان خاطر ربك امرك بكده، فدي حاجه تقربك من ربنا. فلو الاذان اذن وانت قاعده بتذاكري لابنك، سيبي المذاكره وقومي، عشان الحاجه اسمى من حاجه، عشان الحياه طبقات، الحياه منازل، الاولى فاولى. انا والله عايزه اقول لكم كلام كتير عن الموضوع ده، ان شاء الله هيبقى فيه جزء تاني باذن الله، عشان انا مش عايزه اي ست ضعيفه، مش عايزه اي ست حزينه، مش عايزه اي ست زعلانه. عايزه انت تبقي مبسوطه عشان بيتك يبقى مبسوط، ولادك يبقوا مبسوطين، يبقوا مولودين يبقى كبرانين على السعاده، بنتك تبقى تتعلم منك الفرحه، عشان لما تتجوز جوزها يدعيلك وتقول ده دايما بتضحك طالعه لمامتها، مش دايما بتزعق وصوتها عالي ومكشر لا لا، مش هو ده حال المسلمين، مش هي دي بيوت المسلمين. ربك امرك تبقي مبسوطه، وامرك بكل الاوامر اللي منها تكوني مبسوطه. ده الجزء الاول. الجزء الثاني ان شاء الله يبقى اقوى من ده. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكونوا وقفتوا مع نفسكم كده ولو ثانيه وفكرتوا في كلامي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.